تعبان دايخ وشك باهت. تعرف إن تحليل واحد ممكن يفسر كل ده. كتير مننا بيحس بتعب أو دوخة ويفتكر إن ده إرهاق عادي، لكن الحقيقة إن تحليل بسيط جدا زي صورة الدم الكاملة أو CBC ممكن يكشف مشاكل كتير بدري. عشان كده أنا هشرح لك النهاردة كل تفصيلة في تحليل CBC، بحيث بعد كده لما تشوف النتيجة تعرف تفهمه وكأنك دكتور تحاليل بالظبط. تحليل CBC بيقيس 3 مكونات أساسية في الدم: كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية. أولا كرات الدم الحمراء، واللي بتبقى موجودة في التحليل برمز ال RBCs. كرات الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين في الجسم، فلو قلت بيحصل أنيميا، ودي بيكون أعراضها التعب والدوخة، وأحيانا كمان بيكون في نهجان. أهم مؤشر هنا بقى هو الهيموجلوبين، بيبقى موجود في التحليل برمز ال HB، وده الرقم اللي بتحدد بيه إذا كان في أنيميا أو لأ. نيجي بقى لكرات الدم البيضاء، ودي بتكون موجودة في التحاليل برمز WBC، ودي أصلا خط الدفاع الأساسي في جسمك، يعني المسؤولة عن المناعة ومحاربة أي عدوى. فلو كانت عالية ده معناه إن في التهاب أو عدوى، أما بقى لو قليلة ده ممكن يدل على ضعف في المناعة. ثالثا الصفائح الدموية، بتبقى موجودة في التحليل برمز BLT، ودي المسؤولة عن تجلط الدم، يعني لو اتجرحت هي اللي بتوقف النزيف، فنقص الصفائح ممكن يسبب نزيف، وزيادتها عن المعدل الطبيعي ممكن يودينا لخطر التجلطات. كمان في مؤشرات في التحليل زي ال MCV وال MCH، ودي بتساعدنا عشان نعرف نوع الأنيميا وإذا كانت نقص حديد أو نقص فيتامينات. طب إمتى تعمل تحليل CBC؟ لو عندك أي أعراض من اللي قلناها، تعب أو دوخة أو حتى تساقط الشعر. المعلومة المهمة إن تحليل CBC مش محتاج صيام، وتقدر تعمله في أي وقت. وفي النهاية ما تتجاهلش تحليل بسيط زي ده، لأنه ممكن يكون مفتاح اكتشاف مشكلة كبيرة بدري. ولو حابب تفهم باقي تحاليلك بسهولة، تابعنا عشان دايما توصل للمعلومة بشكل بسيط وواضح.